نفى الدولي المغربي سفيان الرحيمي المتوج حديثا مع نادي العين الإماراتي بلقب عصبة أبطال آسيا بعد إياب ملحمين النهائي. كان سفيان بطلقه المطلق أن يكون مهتما بالأخبار التي تربطه بالانتقال بالبطولة السعودية. وقال رحيمي في جواب لسؤال طرح عليه عند مروره بقناة أمبيسي: لا أنكر أن إدارة نادي العين تلقت العديد من العروض من أندية خليجية وأوروبية، إلا أنني لا ألقي لها بالا، لا لشيء إلا أنني محترم للعقد الذي يربطني بنادي العين لغاية شهر يونيو من عام 2025. وحتى عندما عاد السؤال عليه بإلحاح بخصوص احتمال انتقاله هذا الصيف لأحد الأندية السعودية التي تتنافس على ضمه، أجاب رحيمي: لا أستطيع قول أي شيء ببساطة، لأنه لم يحدث أي شيء. أنا حتى الآن لاعب بصفوف العين، وسعيد بالإنجاز الكبير الذي حققناه للأمة العينوية ولكرة القدم الإماراتية. وكان سفيان الرحيمي قد جمع المجد من أطرافه في مسابقة عصبة الأبطال الآسيوية، لتوج بلقبها وبجائزتي الهداف وأفضل لاعب.